تعالوا يا ولاد نعمل مع بعض بيتزا الامهات. البيتزا الحلوه دي اللي بتبقى كده في اكبر صينيه في البيت كده، وبيكون لونها حلو كده، والجبنه بتاعتها مش بتمط قوي، وحاجه كده تحفه. بس هي طعمها بصراحه بيكون جميل. اهم حاجه الطعم، مش مهم الشكل خالص. بصوا يا ولاد هقول لكم المقادير بقى بتاعتي ايه. اول حاجه معانا 400 جرام من الدقيق، يعني تقريبا 3 كوبايات من الدقيق، معلقتين من الزبادي، نص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره من الخميره، ومعلقتين من السكر، ومعلقه حليب نيدو لو عندك، وربع كوبايه زيت. وهنعجن بقى بميه دافيه حسب ما تاخد معانا، يعني ممكن تاخد معاكي كوبايه لكوبايه ونص حسب الدقيق بتاعك. هنحط بقى المقادير الجافه كلها على بعض مع الدقيق ونخلطهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، كل حاجه على بعضها. هنجيب بقى العجان بتاعنا نحط فيه الخليط دوت، ونحط عليه الزبادي على طول، وكله على بعضه. مش هنعمل اي حاجه غريبه، يعني كل حاجه على بعضها، الزيت على الميه على كل حاجه. حطيت الميه، ما حطيتش حتى الكوبايه كلها، وبدات ان انا اعجن. ولما احس ان الدقيق لسه محتاج ميه بزود شويه بشويه لحد ما احس ان العجينه بدات تلم من العجان من الجناب. مش عايزين العجينه تبقى مكتومه دقيق كده، احنا عايزينها العجينه تبقى كده ستريتش كده وطريه معاكي زي ما انت شايفه صورتها كده بالظبط، حاجه كده تحفه. ونعملها كوره كده ونبتدي ان احنا نبططها وندهنها زيت زي ما انتم شايفين كده، دهنه حلوه كده، زيت عادي مش زيت زيتون خالص. احنا بنعمل بيتزا الامهات مش بيتزا الايطاليين، احنا مش ايطاليين. احنا غطيناها خمرت اهي وبقت ما شاء الله 3 4 اضعاف. هو ده المطلوب يا ولاد. ندهن بقى الصينيه بتاعتنا الالومنيوم الحلوه دي ونبطط بايدينا، نخليها على شكل الصينيه، اكبر صينيه عندك في البيت. انا الصينيه دي كانت مقاس تقريبا 44 او 46 سنتي، وفردت فيها البيتزا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حاجه كده فله. بدل ما اعمل 100 صينيه افرد كده كله مره واحده. هنحط بقى شويه صلصه بيتزا، صلصه البيتزا بتاعت البيت بقى، اللي هي ايه بقى، صلصه عادي من العلبه، ونحط عليها معلقتين كاتشب، ونقلب على طول على بعضه كله على بعضه كده، وندهنها كويس جدا جدا. خلاص حطي بقى الجبنه الموتزاريلا، واوعي تحطي كتير. بيتزا الامهات ما بيتحطلهاش جبنه كتير، حبه كده على قدنا. عندك بقى صدر في التلاجة الناس غضبانه عليه ومش هياكلوه، فصصيه يا حبيبتي. هو هيترمى ازاي يعني؟ نحطه كده على البيتزا على طول. زيتون، على فكره الزيتون ده ما كانش مقطع، لا انا فصصته يعني بايدي، شلت البذره وحطيته. ايه المشكله يعني؟ لازم يعني نجيب زيتون مقطع؟ لا طبعا. فلفل اخضر كده عندك، اي حاجه عندك يا حبيبتي حطي، والله العظيم هيقولك انها جميله وتحفه، ومش هيعرفوا اي حاجه، ولا هيعرفوا اصلا هي محشيه ايه. بصلايه ونقطعها برضو ترانشات كده ونوزعها. اي حاجه عندك في التلاجة يا حبيبتي، اي حاجه يا ماما، ايه اللي عندك حطيه. عندي طماطم مقطعه ترانشات، طماطم شيري، انا طبعا مدلعاهم على الاخر، مدلعاهم يعني، حطيت طماطم شيري دي ما بتحصلش. طبعا كنت فاتحه الفرن قبلها بقى على درجه حراره 200 كده، ندخلها ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه لتلت ساعه وتكون استوت والجبنه ساحت وبقت جميله جدا جدا جدا. قطعيها بقى يا اختي كده بالمقص كده مثلثات ولا مربعات زي ما انت حابه. القطعه من دول كده تدخل على معده الواد كده، تشبعه كده وتلكمه وتخليه مش عايز اكل لحد طول النهار. ما انا مش هعمل لهم بيتزا وبعد شويه يقولوا احنا جعانين، لا احنا لازم نعمل حاجه كده تشبعهم وتسندهم يعني. بصوا لي يا ولاد على مطه الجبنه يا ولاد، والله العظيم 3 جميله جميله. ما فيش حد بيعمل بيتزا زي الامهات واحلى من بيتزا المحلات، واللي يقول غير كده كذاب. سامحني يا رب، سامحني يا رب. شوفوا لونها من تحت عامل ازاي. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير ومتابعه للصفحه. كنت معاكم زينب زياد، والسلام عليكم ورحمه الله.